السلام عليكم. يعني نقول حاجة كده في الخفيف كده برضو للناس من الحاجات السلبيات اللي بنشوفها. يا جماعة ما حدش يقول لحد ان عيل لك قليل الادب ولا قليل التربية. صدقني والله يا جماعة ما ينفعش نقول لبعض كده. اصلي بصوا، في احسن من سيدنا ادم؟ ها؟ ابنه عمل ايه؟ قتل اخوه. سيدنا ادم، سيدنا نوح، ها؟ ايه؟ ابنه كان كافر وما سمعش كلامه. صح. وابو سيدنا يوسف اخواته كانوا ايه؟ بيكرهوه بيحقدوا عليه. يعني ما ينفعش. اصل يعني احنا بنربي على قد ما بنقدر وبنحاول، بس لازم تفهم انك لا تهدي من احببت يا اخي. اه والله، اصل دي حاجات. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. صح ولا ايه؟ ها؟ فندعي، ندعي لعيالنا وندعي لعيال غيرنا عشان ربنا يكرمنا كلنا. فصدقيني ما هو ممكن يعني اللي هم الاب والام غلابه والله بيربوا على قد ما يقدروا. هو في احسن من الغلابه؟ ده هم اللي بيربوا احلى حاجه وبيطلع عيالهم حنينين وطيبين. والاغنياء برضه، كل الناس حلوه، كل الناس جميله. بس احنا ما ينفعش نحكم على الناس. صح. ما ينفعش نحكم على اولاد ناس او بنات ناس. حتى لو ما دخلوش، حتى لو كله بيربي. بس يا فندم، ان الله يهدي ما يشاء. ربنا بيدي. يعني حتى اقولها انا بقولها كده مع بناتي. يعني لو بنتي ما بتصليش اقول، انا بقعد اكلمها على الصلاه كتير، هي ما بتصليش. الله يهدي من يشاء. انا بقول لنفسي كده واتقالت لسيدنا النبي. يعني في في عامه تقريبا، عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك. فالحاجات دي نخلي بالنا منها. ها؟ كمان الهبه. يعني انت ما تتضايقش ان ابنك مثلا مش رقم واحد في المدرسه. اصل دي هبه، الذكاء وان تقدر تستوعب دروس وان تقدر. ده احنا كان عندنا طفل مصري ما شاء الله 12 سنه بيدرس في جامعه امريكيه في ماده معينه يعني هبه من الله سبحانه وتعالى. حتى اللي صوته حلو في القران، حتى اللي كويس مع الناس، كل حاجه بتبقى من ربنا، صفه من ربنا مديها للبني ادم هبه. فاحنا ما نقعدش بقى نتريق على بعض احنا كلنا واحد وكلنا حته قطنه وانتهت القصه يعني. مع السلامه.